الآن أنا أسألك بالله، لو أن امرأة ذهب إلى أعزك الله للتواليت، أنت توقفها تقول عرفناك وتحجبي؟ إذا رايح لا طبعًا ما أوقفها، طيب ليش عمر يوقفها ليش؟ بس يعني التفسير ما أظهر إنه بقى لاحقها مثلًا يعني وقّفها هو كبيرة. يقول الآن وضعوه على الشاشة: وكانت امرأة طويلة فناداها عمر، كانت امرأة طويلة فناداها عمر: قد عرفناك يا سودة، قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن تنزل أو تنزل آية الحجاب. قالت عائشة: فأنزل الحجاب. يعني عمر حريص يقول لسودة عرفناك، ثم نزل الحجاب لأنه عمر زين امرأة رايحة للتواليت، ايش عندك ملاحقة؟ هو بيت عمر كانت يمه. الدنيا ظلام، كانت الدنيا في ظلام يعني، كانت الدنيا ليل، ايه يعني بده يشوف وين تروح والدنيا ليل يعني، بجوز ما هو عنده لا لو عاد هو عنده زوجها. حجي هو شنو شغله قاعد بباب بيت النبي؟ يعني مثلا مراقب، مثلا وصي على نساء النبي، هو شو يسوي؟ هو اصلا بيته ليس قرب المسجد وليس قرب النبي صلى الله عليه واله. ادري قاعد بالليل مقابل بيت النبي وقاعد يثنى على النسوان الطابه والطالعه، شنو شغله مثلا؟ ما هو عمل اخونا الكريم. طبعا الروايه اللي ذكرها حج وعد بالبخاري، هاي بصحيح البخاري، هاي اخونا، هاي صحيح البخاري، هاي امامك على الشاشه، صحيح البخاري برقم 5886 باب آية الحجاب. يقول أن عن عائشة: كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله: احجب نساءك. قالت: فلم يفعل، ما عنده غيرة على النساء، عمر أغير. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وآله يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، يعني يروحن يقضن حاجة في المناصع. فخرجت سودة بن الزمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو جالس في المجلس، فقال: عرفناك يا سودة، حرصا على ان ينزل الحجاب. بالله عليك، الناس قاعده، يعني احنا بلغه العراقيين يقول زلم، رجال قاعدين ومعهم ايه عمر، مجموعه من الرجال، وقدام الرجال يصيح لها، يصيح على زوجة النبي: عرفناك يا سودة، يشهر بها قدام الناس، عرفناك يا زوج. يعني يا أنا بالله تقبل هذا على اهلك؟ أنا ما آمن بصحة البخاري ومسلم كاملًا يعني، في أكيد في احسنت أحاديث صحيحة فيه، لكن لا آمن إنه كامل صح احسنت لا آمن. بيض الله وجهك، هذا اللي نريده يا اخوان. الدفاع عن النبي اولى من الدفاع عن عمر وغير عمر، هذا اللي نريده، ولا عن البخاري. المشكله اخونا الحبيب، انا ما عرفت اسمك، المشكله في الحديث سيدنا هنالك نقطه مهمه جدا، والله يا اخواني اكثر ما ياذيني هذه النقطه في الحديث. ما هي النقطه؟ سمعوا اخواني، يقول ان عن عائشه ان ازواج النبي صلى الله عليه، ازواج النبي كنا، يعني عائشه تقول امر طبيعي، كنا يخرجن بالليل اذا تبرزن، يعني امراه تذهب الى التواليت فتخرج ليلا الى المناصع وهو صعيد افيح، فكان عمر يقول للنبي، عمر يقول للنبي: احجب نساءك. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل. الله أكبر يا أخواني، يعني لكن هذا بالموضوع كان قبل الآية، ما يخالف، بس قبل ما نزلت آية الحجاب، اي يا اخونا يعني عند مقصود كان ما عرض يعمل. النبي، يعني النبي عمر قبل آية الحجاب عنده غيرة أكثر من النبي قبل آية الحجاب. يعني واحد لا يقول له للنبي: يابا استر زوجتك، استر زوجتك، يقول ما يفعل ما يفعل ما يفعل، وعمر يلح يقول ولم يفعل النبي. هذا شلون النبي هذا إذا تارك الأمر؟ اخي الحفاظ على العرض، هل هو من الاخلاق، من مكارم الاخلاق اخونا اخونا العزيز؟ الحفاظ على العرض هل هو من مكارم الاخلاق، من اخلاق العرب؟ وين راح ما الاخ؟ وين رحت أخونا؟ والله الأخ ما أدري، انصدم من الحقائق، والله ما أعرف. والله العظيم بس يقرؤون موجود كتبهم يتشيعون، والله موجود العظيم يقرأوا موجود البخاري ومسلم كافي انه يتشيعون فقط.